أهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامج حد فاهم حاجة على قناة A-Class TV. النهاردة هنتكلم عن الغلط لما يبقى عادي. بص حواليك هتلاقي كل يوم في سلوك غلط بيحصل بسبب إننا بنسكت على الغلط. كل يوم بنشوف حالات تحرش وبنسكت وبنعمل إننا مش شايفين حاجة. بنشوف حالات تنمر وبنسكت من غير ما نقول عيب ولا غلط ولا ما يصحش. بنشوف إكرامية هنا وواسطة هناك وبنسكت وما بنسمعش غير جملة واحدة بس: يا عم أنا مالي، خليني في حالي. بس السؤال هنا، هو فعلا انت مالك؟ لا، ده مالك ومالك ومالك كمان. سكوتك على السلوك الغلط ده معناه هروب، والهروب ده مش على حسابك انت لوحدك، ده على حساب المجتمع كله. سكوتك على السلوك الغلط ده معناه إنك على الحياد، ومعناه إنك موافق على السلوك ده. يعني أنت مش بس سبت الغلط، أنت كمان اديته تصريح إنه يكمل. والأخطر بقى إن المجتمع بيتحول واحدة واحدة من مجتمع بيرفض الغلط لمجتمع متعايش مع الغلط وموافق عليه. السلوك اللي كنا زمان بنعتبره عيب خلاص ما بقاش عيب، وبقى تصرف وسلوك عادي. واللي كان جريمة ما بقاش جريمة، بقى تصرف وسلوك عادي. علم النفس الاجتماعي بيسمي السلوك ده bystander effect، يعني ظاهرة المتفرج. بمعنى إن كل ما عدد الناس اللي بتتفرج على موقف معين كتير، كل ما فرصة إن حد يتدخل بتقل، لأن كل واحد بيقول أكيد في حد غيري هيتصرف. والسلوك ده دايما بيجي وراه diffusion of responsibility، يعني ظاهرة تشتت المسؤولية. بمعنى إن المسؤولية بتتوزع على الكل، وفي الآخر ما بيبقاش في مسؤولية على حد. وأحيانا بعض الناس بتبقى شايفة الغلط وبتسكت عليه، لأنها بتبقى خايفة إنها تبقى الوحيدة اللي معترضة على الغلط ده، فتسكت عشان الناس ساكتة. وده اسمه social conformity. ومع الوقت ومع استمرارنا في إننا نشوف السلوك الغلط ونسكت، بنوصل لمرحلة خطيرة جدا اسمها normalization، يعني التطبيع مع الغلط. بمعنى إن الغلط اللي كان بالنسبة لنا زمان صدمة بيتحول بعد شوية لسلوك عادي، وساعتها الغلط بيتحول من موقف لثقافة. عايز مجتمع محترم؟ ابدأ من موقف واحد. لو مش هتقدر تتدخل، بلغ، اطلب مساعدة، قول عيب، وقف ضحكة التنمر، ارفض الرشوة الصغيرة قبل الكبيرة. لأن اللي بيسكت على الغلط بيصحى يوم يلاقي الغلط هو الطبيعي. حد فاهم حاجة؟ قول لنا رأيك في الكومنتات. لو عجبتك الحلقة اشترك في القناة واعمل لايك وشير وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.